السلام عليكم، معاكم مطبخ اسماعيل. هنعمله النهارده صينيه جلاش. ده جلاش ايه جلاش السلام. نفتحه كده، هنعصره بالمقص طبعا. هنقسمه اتنين عشان ناخد جزء قبل الحشو وجزء بعد الحشو. فين القفله بتاعته؟ هناخد نص، هنقسمه اتنين، وهناخد النص ده. معانا هنا سوداني، ومعانا هنا جوز هند، وحط عليه معلقتين كبار سكر، ودي سمنه انا مسكعه على النار عشان ايه، مسيحاها على النار كده عشان ما تاكل منها. احنا قلنا نعمله حاجه حلوه يعني للعيال كده، بيحبوا يحلوا بقهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذا واحده في طبق في بعض كده. انا عايزه اللي تحط تحت تبقى سليمه شويه. لا حول ولا قوه الا بالله. نبعد جدا دلوقتي عشان احنا مش عايزينه دلوقتي. بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله. لو اتقطعت بقى اتنين هنعملها كده مثلا، ونجيب الجزء التاني قصادها من الناحيه التانيه كده. اي ورق بقى يتقطع هنحطه في النص عشان خاطر ايه، اهو هتلاقوها بتتفرع معاكم كده على طول. هو السمنه اللي بتخليها تورق معاكي، فلازم كل ورقه يتحط لها سمنه. بسم الله لا حول ولا قوه الا بالله. كبرها شويه. اي ورق زياده بيتطبق كده بتتنيه كده لجوه. والصغير بقى اللي بيتقطع اللي هو الصغير ده بنركنه على جنب، ونحطه في النص مع الحشو. هيبان مش هيبان بقى ان هو متقطع، هيدخل في التقطيع. هنحط، احنا قلنا ده جوز هند وعليه سكر، عليه معلقتين سكر عشان يزود الطعم معاه شويه. احنا عاملين شربات بس برضه بيديله طعم حلو. لو عايزين بقى تحطوا زبيب، اي نوع مكسرات اللي يعجبك. مش هحط زبيب عشان اسلام ما بيحبش الزبيب. صح يا ممس سماسيمو؟ بتحب الزبيب؟ شكرا. ما تحبش الزبيب، يبقى نحط لك ايه يا سمسم؟ نحط لك ايه؟ رد. سوداني. لازم كل الورق يتبل عشان لو السمنه ما جاتش فيه كله كده، كله نحطه عليه سمنه مش هيورق معانا. احنا عايزينه ايه؟ يورق. اي ورق صغير بقى هنحطه فين؟ في النص يا جماعه، في النص. ده بنعمله، انا بعمله خلف خلاف كده عشان خاطر ايه، الصينيه كلها يبقى فيه.
هو مش بيحتاج تدوس عليه زي الكنافه بقى ولا اي حاجه. اول ما بتحط له السمنه هو لوحده المسكين ما بيديش منطق. وبعدين يا كابتن اسلام، وبعدين بسم الله لا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله مش طبيعي. ايه يا اسلام؟ الأخيرة بقى نتنقل تحت عشان يبقى شكل الصينية ايه مظبوط. بصوا كمان حطوا لايك وفعلوا الاشعارات عشان الكلاش ده يعجبكم باذن الله. بص احنا بنزنق تحت كده عشان يبقى شكل الصينية ايه، يبقى شكلها ظريف. ماشي. كده سمنة كويسة من فوق. بس هي كده خلصت، هندخلوها الفرن ولما تطلع نضيف عليها شربات ونوريها لكم ان شاء الله. بقت شكلها حلو جدا. وطلعناها كده من الفرن لسه سخنه. شكلها حلو جدا. لما قطعتها قبل ما ادخلها الفرن طبعا الجلاش بيتقطع لما يدخل الفرن، حلو او حادق الاتنين بيتقطعوا قبل ما يدخلوا الفرن. هي كده طلعت اهي، بقت جميله ووشها احمرت من تحت ومن فوق. هنطلعها هنا كده في الطبق. بص الشربات تحتيها قد ايه، هي بتحب الشربات كتير. هي ما بتاخدش كميه كبيره. بص فايض قد ايه من اللي عملته. انا عامله كوبايه سكر واحده. جميل جدا. شكلها حلو ازاي. من تحت ومن فوق شكلها حلو قوي. حطوا لايكات كتير، فعلوا القناة دوت مليون ألف لايك. مليون ألف وردة. باي. باي باي.